إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فكما قد جعل الله عز وجل في شهر رمضان الصيام ركيزة أساسية، جعل الله عز وجل أيضا شهر رمضان بابا لغيره من العبادات ولغيره من الأمور العظيمة عند الله عز وجل. فلو نظرنا إخواني أولا للجهاد في سبيل الله عز وجل، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لرأينا أن أول غزوة حصلت بين المسلمين والمشركين غزوة عظيمة حصلت بينهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة بدر الكبرى، قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكانت هذه الغزوة إخواني هي نقطة تحول في تاريخ المسلمين. كيف كان قبلها المسلمون ما زال ينظر إليهم كثير من القبائل العربية على أنهم شرذمة قليلون وعلى أنهم ضعفاء، فأعز الله عز وجل أمر المسلمين بهذه الغزوة التي كانت في رمضان. وإليك أن تتخيل أخي كيف كان هناك الطقس حار جدا في الصحراء في المدينة، وكيف كان إخواني الصيام بما فيه من جوع ومن عطش ومن شدة، وأنت تمسك السيف فتقتل هذا ويقتلك هذا. وعلى الرغم من ذلك كان المسلمون صائمين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتعظيما لأمر هذا الشهر المبارك. ولو نظرنا أيضا إخواني إلى فتح مكة، كانت مكة المكرمة في أيدي المشركين، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لها محرر لها من أيدي المشركين، رافعا فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. حصل قبلها قتال صغير لا يكاد يذكر، ودخل فيه إخواني من كبراء المشركين في الإسلام كأبي سفيان وغيره، وكان أيضا فتحا عظيما للمسلمين، وكان أيضا في شهر رمضان. فتح الأندلس إخواني بلاد إسبانيا في هذا الزمن الحالي عندما فتحت في عام 92 للهجرة على يد طارق بن زياد، كان أيضا في شهر رمضان المبارك، وكان الناس صائمون. وكان هذا أول فتح لبلاد أوروبا، وكان تمهيدا لما بعده من خير. ومعركة عين جالوت أيضا التي قادها قطز لنفسه أيضا وجهزها وجعل عليها بيبرس أميرا للمؤمنين في ذلك الوقت، أيضا حصلت في شهر رمضان. فالشاهد من ذلك إخواني ليس كما يعتقد البعض أن رمضان يضعف الهمة، وأن رمضان فيه التعب والمشقة، وأن في رمضان بالكاد يكاد الإنسان قادرا على أن يعمل أو وغيرها من الأمور. بل شهر رمضان يا إخواني شهر العزاء،
انظر كيف بهؤلاء الرجال صمدوا أمام أعدائهم، والشمس من فوقهم والرماح من بين أظهرهم، وعلى الرغم من ذلك صمدوا في سبيل الله عز وجل، في حين كثير من أبناء المسلمين لا يستطيع أن يصوم في شهر رمضان المبارك، ويستيقظ متأخرا في النهار ويكون عنده العذر. أي عذر النساء عندك في شهر رمضان. كثير من أبناء المسلمين إخواني لا يستطيع الوقوف مع الإمام في صلاة القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. صلاة العشاء مع صلاة القيام لا تتجاوز الساعة إلا ربع، ولربما كانت أكثر بقليل. وعلى الرغم من ذلك إخواني ترى كثيرا من صفوف المساجد المباركة خاوية على عروشها. لماذا إخواني؟ هل هو ضعف همة أو عزيمة أو ضعف إيمان في قلوبكم؟ إن لم نعبد الله عز وجل في رمضان، وإن لم نقم لله عز وجل في صفوف المساجد في شهر رمضان، فمتى سنصلي لله عز وجل؟ ومتى سنركع لله عز وجل إخواني؟ إن كان في هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين، والذي يخف فيه وساوس الشيطان، وتكثر فيه الهمة المباركة، وعلى الرغم من ذلك نكون فيه محرومين، فمتى سنتقرب إلى الله عز وجل؟ لهذا إخواني هذا الشهر شهر خفيف وقصير اغتنموا فيه عبادة الله سبحانه وتعالى. السلف كانوا إخواني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام يصلون إلى قبيل الفجر، ولربما أوشك المؤذن أن يؤذن الأذان الأول فينتبهون حينها أن الفجر قد اقترب فيقطعون صلاتهم، أي يسرعون فيها ويسلم الإمام فيها على الفور حتى يتسحروا فيها فيستعدوا لليوم الذي بعده. ونحن إخواني بضع دقائق لا يستطيع المصلون أن يقفوا خلف الإمام. أي ضعف للهمة وأي ضعف للإيمان هذا الذي نزل في قلوبنا. والله إخواني ما أرى هذا إلا قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن رأيت أن نفسك لا تسوقك إلى طاعة الله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل كره عبادتك وكره صلاتك، فلا يريد أن يراك مع المصلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخواني، في ليلة 17 من شهر رمضان عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 نزل عليه جبريل كما تعلمون في حادثة الغار فقال له: اقرأ. فكان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. فهناك إخواني تلازم بين شهر رمضان وبين القرآن، فالرسالة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، والله عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة مباركة، في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم بعد ذلك أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل رمضان فيتذاكر معه القرآن، فيختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في كل رمضان مرة واحدة، وفي العام الذي قبض فيه مرتين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان، فالصيام يمنع صاحبه الطعام والشراب والشهوة في النهار، والقرآن يمنع صاحبه النوم في الليل. فإذا إخواني شهر رمضان شهر القرآن. ولو نظرت إلى حال السلف في رمضان لرأيت العجب العجاب، كما روي عن بعضهم
ولعله صحيح هذه الروايات ولعله غير ذلك أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، أي في اليوم ختمتين كاملتين. وإذا تعجب البعض كيف بهذا نقول هذه بركة الله عز وجل لأهله ولعباده، أليس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ فلا عجب أن ترى أن الله عز وجل يبارك لأهله في وقتهم في شهر رمضان حتى يتزودوا فيه في قراءة القرآن. إن كانت إخواني الصفحة الواحدة من كتاب الله عز وجل في أي يوم فيها الآلاف من الحسنات، فكيف بشهر رمضان، شهر تضاعف فيه الأجور؟ لهذا إخواني هلموا إلى كتاب الله عز وجل، اقرأوا فيه وتدبروا معانيه وافهموا كلام الله عز وجل، فإن هذا القرآن الذي تقرأه إنما هو كلام قاله الله عز وجل، وأنت تقولون كما قاله الله عز وجل. لهذا كان أمر القرآن عظيما عند الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اصلح الراعي والرعية وأقم الصلاة.